تقي الدين كان ضحية احتيال من خلال النت. الأرقام التسلسلية لبطاقته البنكية تم اختراقها لتتم عملية سحب أموال من حسابه الخاص لمدة 5 أشهر. اليوم يعود ليحكي تفاصيل الاحتيال الذي تعرض إليه. المحل بالذات اللي تتشوفوا فيه كنت جيت باش نصوب ليماي ديالي، وهنا فين تعرضت لعملية النصب وديال اختلاس الاموال ديالي. هذه العمليه عقت بها تجيني رساله ديال 510 وتتعود 5 المرات. مثله العديد من المواطنين عاشوا الكابوس ذاته. هذه المرأة تعرضت ابنتها لويلات هذا الخداع على الإنترنت. وضعت ابنتي حاسوبها الشخصي لأجل الإصلاح. قاموا بعملية الاختراق لحسابها البنكي وبدأوا في سحب النقود. 200 300 درهم 400 درهم. السلطات المغربية ووعيا منها بخطورة الجريمة الإلكترونية أنشأت خلية أمنية مكلفة بمتابعة الجرائم الجنائية في الإنترنت. جرائم عرفت ارتفاعا كبيرا مرتبطا في الأساس بتنامي وتطور استعمالات التكنولوجيا في المغرب. هذا التطور فتح للأسف الطريق لنوع جديد من المخالفات، ما يشكل تهديدا جديدا. واليوم يجد محققو الشرطة أنفسهم في مواجهة حالات معقدة تقنيا. وفي هذا الإطار قوى المغرب ترسانته القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية. ورغم كل ذلك ما زالت مثل هذه الجرائم تقع وتزداد تمظهراتها، بل وتعرف ارتفاعا ملحوظا. لكن ما وقع ذلك على التجارة الإلكترونية؟ هذه الشركة المتخصصة في عروض البيع حققت خلال سنتين رقم معاملات بلغ 120 مليون درهم لفائدة 214 فندقا مغربيا. منذ 2011 وضع 40 ألف زبون ثقتهم في هذه الشركة، نصفهم أدى من خلال البطاقة الإلكترونية. 80% من عمليات الشراء التي تقع على موقعنا الإلكتروني تتم بالبطاقة البنكية. البطاقة ليست مشكلة، لديها قراءة مخالفة. فالإنترنت والتجارة الإلكترونية مكنت من إعادة الروح إلى البطائق البنكية. المشكلة هي في الأساس مرتبطة بطرق استعمال البطاقة البنكية في التجارة الإلكترونية. الأمر لا يرتبط هنا بالموقع البائع ولا بالإطار القانوني، إنه مرتبط بالأبناك. الشراء من خلال الإنترنت لا يعيش أزمة في المغرب، فالأداء من خلال البطاقة الإلكترونية بلغ حوالي 500 مليون درهم العام الماضي، ارتفاع مهم بنسبة 36% مقارنة بالعام 2012. لكن السرقات الإلكترونية قد تقف في وجه تطور هذه التجارة الإلكترونية.